السلام عليكم ورحمة الله. أهلا أعزائي الكرام. اليوم في مطبخ سهل وبسيط عندنا موسكوتشو إن شاء الله نديروه بالتمر والزبيب. المقادير: عندنا 3 حبات بيض، كيلو ونص سكر، كيلو ونص زيت، كيلو ونص حليب، 3 كيلات فارينة و3 خمارة. وبطبيعة الحال عندنا لافاني. نبداو على بركة الله. نحط اولا كيلو ونص تاع السكر ديالي، عفوا ندني باش تبان. كيلو ونص تاع السكر، نوريك النص. جو بريفير ندير بالحبه تاع بيض، سا ديبون تكون وحده خاسره تخسرها عليا. فوالا بالحبه تاع البيض. فوالا الحبه الاولى، الحبه الثانيه، الحبه الثالثه. نخلط المقادير. تقدروا تخلطوهم بالفرشيطه كما تقدروا تخلطوهم بالفوي، انا نحب نخدم بالفوي. ندني هادو باش يبان مليح. هكذا. وطبعا الفرن كنت شعلته على درجه حراره 200 درجه 4 ساعات من قبل. دائما نخلط، ماشي شرط تبذلي جهد كبير وانتي تخلطي. ما بالفرشيطه عادي، ليسونسيال يتخلط مليح بخلاص. هكذا. نضيف كاس ونص تاع الزيت. هذا الكاس الاول او الكيلو الاول، نضيف نص كيلو هايليك ونخلط. غلط باش تنسجم بك المقادير. هذا ما كان. هذا دوكا نزيد كيلو ونص تاع حليب. هذه الكيلة الاولى نحطها عفوا، ونزيد نص كيلو تاع الحليب. هاي لك نص كيلو نضيفها هنا ونخلط. والله صدقوني غير بسيطة وسهلة ولذيذة جدا. هكذا كي انسجمت هذه السوائل مع السوائل عفوا مع السكر، نضيف لهم الفارينة. نضيف لهم الفارينة. انا الفارينة نحب نخلط لها الخميرة، خميرة كيميائية، نخلطها لها 3 ساشيات باش يجينا خفيف. والخميره تتفاعل مليح مع الفارينه احسن من ما تتفاعل مع السوائل. ونزيد لافاني ننصحكم بلافاني تاع الميزان، صدقوني غير رائعه رائعه. الريحه تاعها ما شاء الله، تاع الميزان ماشي تاع الباكي، احسن واحسن واحسن، تجي فور. نبدا نضيف الفارينه، ما نخافوش نضيفوها، ما نخافوش عادي، ونخلط
خلط بالعقل باش ما يطيرليش برك. هاد المسكوتشو ان شاء الله يجي غني، باسكو علاه فيه التمر، باسكو نعرفوا كاين اطفال ما يحبوش التمر والزبيب، سي لوكازيون باش ياكلوه. قطعته على نص ومن بعد تقطعته طرف صغار هكذا، ما باش كي تاكلوه ما تجيكش حبه كومبلي في فمك، يجي بنين. شوفوا كيفاش جات القوام تاعو، ما يخلعكمش باسكو هادو مقاييس باذن الله مضبوطين. وهنا درت الزبيب، هنا درت الزبيب ودرت التمر قطعتهم. هنا زدت لهم الفارينه، عمرتهم مليح بالفارينه. علاش؟ باش هذا الزبيب ما يتهبطليش في المسكوتشو ديالي. كي ندير له الفارينه، هذيك الفارينه تتنفخ مع المسكوتشو ديالي، وباذن الله ما طيحش. هاي اللي كملت. نقدر نحطها كيف نحطها معاها، ونقدر نحطها في الوسط. انا جو بريفير افضل نحطها في الوسط. هاي اللي نجبد المول ديالي، هاوليك قيست 3 حبات بيض. هذا المول دهنته، انا دهنه بالزبده ونديرلو الفارينه كيما تقدري ديري بالزيت الفارينه باش ما تلصقش الخليط ديالك، ما يلصقش. فوالا نبدا نصب الخليط داخل المول. بسم الله، نفرغ. والله وصفة اقتصادية بسيطة وسهلة. هنا نحط الزبيب ديالي والتمر. انا خيرت التمر شويه يابس، شويه ماشي حاجه، هكذا باذن الله يجي مليح. وما تخافوش من هذيك الفارينه الزايده، عادي تقدروا تنفضوها هكذا وديروا، عادي جدا. صدقوني ولا غرغاني بالفيتامينات. الزبيب والتمر حيضيفوا ليه فيتامين وذوق خاص، سورتو الاطفال ديالنا مع الصباح ولا عفوا. فوالا قربت على الانتهاء ان شاء الله. ونكمل نحط المسكوتشو ديالي، الخليط عفوا، هكذا ساير داير حتى نكملو. هكذا نغطي كامل تغارات اللي قاعد لي، نهبطو بلا سباتول. فوالا هاوليك المسكوتشو ديالنا. دوكا ما علينا غير نحطوه في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ونلتقي فيما بعد أعزائي المشاهدين. هاوليك المسكوتشو ديالنا بعد ما طاب، هاوليك مازالو سخون. هنا طريقة التزيين ديالو تختلف، كل واحد كيفاش يحب يزينو. انا نديرلو هنايا نديرلو سكر غلاس، واللي تحب ديرلو شوكولا، زيد ترمي فوقها حبيبات زبيب ولا خرج روعه ما شاء الله. نقطع لكم منه قطعه برك باش تشوفوا مازالو سخون. هاك ما شاء الله. بسم الله. هاوليك مازالو ساخن. هذا هو
المسكوتشو ديالنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله تجربوا الوصفه هذه وان شاء الله تنال اعجابكم. نستنى تعليقاتكم بفارغ الصبر واعطوني اقتراحاتكم ان شاء الله للقناه. تبقوا على خير في رعايه الله.